السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وسعادة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض صينية كنافة كده فوق البوتاجاز على طول، مش هندخلها الفرن خالص. وهنعمل كمان رز بلبن، بيطلع معانا حلو جدا يا جماعة. وشايفين كمان الكنافة رغم ان هي معمولة على عين البوتاجاز من فوق، بس طالعة معانا هايلة. ممكن تحط لها نوتيلا كده من فوق، احنا دلعناها خالص. ونقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. اول حاجة نجيب حلة على النار فيها مية، ونحط فيها حوالي كوباية من الرز. نغسل طبعا الرز كويس جدا، ونبتدي نحطه. نجيب حلة كده نحط فيها نصها مية، ونحط الرز فيها. هيكون معانا في الوقت ده نص كيلو كنافة حاطينه في الفريزر طبعا مفرزنينه. هنبتدي نفككه كده، وهيكون معانا حوالي كوباية من السمنة، حوالي نص كيلو كنافة هنحط عليه حوالي من كوباية من السمنة. سمنة بقى يعني المتوفرة عندك، بس طبعا يستحسن لما تكون سمنة بلدي، او حتى تخلطي بلدي على اللي هي العلب العادية. احنا هنعملها يعني صينية كنافة سادة خالص من غير اي حاجة. ممكن تحشيها مكسرات او مهلبية، بس النهاردة كنافتنا هتكون سادة. وممكن كمان تحط لها معلقة سكر بودر. هندهن بقى صينية مقاس 28 برضو بالسمنة، ونبتدي نفرد الكنافة بتاعتنا. هنوزعها كويس في الصينية. احنا هنحط كل النص كيلو في الصينية اللي هي مقاس 28، بيطلع السمك بتاعها زي ما شفنا في اول الفيديو. انا لقيت عندي كده نص كيلو كنافة في الفريزر، حبيت اعمل صينيه كده سهله على طول. رحت عاملاها وعلى عين البوتاجاز كده، زي ما امهاتنا زمان كانت بتعملها على عين البوتاجاز وهي قاعده. فاحنا هنعملها النهارده نفس الموضوع، تطلع معانا هايله. طبعا الشربات بتاعها بتبقى متوسط القوام وبارد، بس انا ببقى عاملاه وشايلاه في التلاجة. يعني مثلا كوبايتين من الميه عليهم كوبايه ونص من السكر، يغلوا 5 دقايق. نحط طبعا عصير نص ليمونه، ونسيبهم كمان يغلوا دقيقتين، ونطفي عليهم ونحط فانيليا او معلقه سمنه بلدي، ونسيبه لحد ما يهدى خالص. نبتدي نحطه بقى كده على نار متوسطه، ونبتدي نلف في الصينيه. والرز بتاعنا بيغلي، نبتدي نشيل الريم من على الوش. الصينيه شغاله، ومعانا الرز كمان على العين التانية. اي ريم بيظهر او اي حاجه بنبتدي نتخلص منه. لازم يا جماعة الرز يستوي معانا كويس. لو يعني حطيت عليه اللبن وهو ني شوية، عمره ما هيديكي قوام كده. وهتلاقي الرز بقى في قاع الطبق، ومن فوق هتلاقي حاجة زي يعني من المهلبية بتاعته تلاقيها خفيفة كده وعايمة على الوش. فلازم يستوي كويس عشان كله كده يندمج مع بعضه، يبقى احلى رز هتعمليه ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين، نبتدي بقى قلبناها في صينية تانية ولفيناها لحد برضو ما اتأكدت انها خدت اللون من تحت. هنبتدي اهو الشربات بتاعنا متوسط القوام وبارد، هننزل بالكنافة على طول. كده خلصنا الكنافة، هنركنها بقى خالص وندخل على الرز تاني. كده تمام يا جماعة. الرز زي ما انتوا شايفين استوى. نبتدي بقى نحط السكر حسب الرغبة، سواء بتحبيه زيادة او اقل. معنا بقى حوالي 1.5 لتر من الحليب، هننزل بيه. وانا شايلة كمان طبق كده من وش اللبن. ببقى برضو في الاخر خالص لما بطفي عليه وبحط كيس الفانيليا، بحط برضو حوالي معلقتين 3 من القشطة. هنجيب بقى معلقتين برضو من النشا، عليهم كده معلقتين مية، وهندوبهم كويس وننزل على الرز بتاعنا.
يبقى وانتي واقفة كده عملتي احلى تحلية للاولاد، عملتي رز بلبن وكمان عملتي احلى صينية كنافة. مجرد بقى ما هياخد غلوة معانا كده، شايفين يا جماعة ربط معانا وبقى تحفة. والرز طالع لفوق ازاي، مش ساقط كده في ايه في قاع الحلة، لا طالع معانا خالص لفوق كده ومظبوط وتمام. اهم حاجة بس نسويه كويس. على طول بقى هنحط معلقتين القشطة اللي شايلينهم من على وش اللبن. نطفي بقى النار في الوقت ده ونحط كمان كيس من الفانيليا. كده تمام، خلص معانا الرز. نبتدي بقى تحضري اطباقك او كاساتك عشان نغرف الرز بلبن. شايفين القوام بتاعه مظبوط جدا، طالع معانا 10/10. نحضر بقى اطباقنا وهنبتدي نغرف الرز بلبن. تسيبيه يا جماعة كده ايه يبرد تماما تماما قبل ما تدخليه التلاجة. تقدري بقى ممكن تحطيه من فوق مكسرات او تسيبيه، بس انا المرة دي هسيبه خالص من غير ايه ما احط اي حاجة، جوز هند، زبيب، زي ما تحبي. في جميع الاحوال هو طعمه طالع معانا هايل، والكنافه بتاعتنا بردت بقى وبقت تمام، وهنقطع معاها مع بعض كده قطعه. لو وصلتوا معانا لحد كده بقى لايك يا جماعه، ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. شايفين يا جماعه سمك الكنافه حلو جدا وشاربه الشربات وزي الفل، وعاملينها على عين البوتاجاز. تقدري بقى تحطي لها نوتيلا، تحطي لها، تسيبيها زي ما هي. بكده خلصنا وصفتنا النهارده. يا رب بقى الرز بلبن يكون عاجبكم كده، والكنافه كمان، نكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروني بقى في وصفه جديده وفيديو جديد، واسيبكم على خير واشوفكم على الف الف خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته، مع السلامه.